كتير ناس بيسألوا نفس السؤال، كيف يعني؟ هل عن جد السجق بيعالج الألم والالتهاب والفقرات وأي مرض؟ هل الألم عن جد بيروح؟ طب الفقرات بترجع لمكانها؟ طب الالتهاب عن جد ممكن يختفي؟ خليني أوضح بطريقة جدا بسيطة. الألم مش جاي من الفراغ، الألم إشارة من الجسم إنه في خلل. ممكن يكون التهاب، ضغط على الأعصاب، أو حتى شد عضلي. لما نشتغل بالسجوك إحنا مش بس منسكت الألم، إحنا منفعل آليات الجسم الطبيعية للشفاء. يعني جسمك عم بيعالج حاله من خلال السجوك. مثلا الالتهاب معناته إنه الجسم عم بفرز مواد عشان يحمي حاله. شو السجوك بيجي بيعمل؟ بيساعد الدورة الدموية والطاقة توصل بشكل أسرع، يعني الالتهاب بخف أسرع ومرات على المحل. الفقرات منزاحة، مش دايما محتاجة لجراحة، أحيانا بس نخفف الشد على العضلات والأعصاب اللي حوالينا، أو حتى نروح على الفقرة بحد ذاتها ونشغل كل عملية الشفاء الموجودة هناك داخل جسمك. الفقرة بترجع تستقر. والأهم، في كتير حالات الألم بيرتبط بذاكرة أو صدمة عاطفية. لما منحررها الجسم بيرجع يتوازن لحاله. السجوك بكل بساطة هو تفعيل لآليات الشفاء الموجودة جواتك. شو كمان مرة؟ السجوك هو تفعيل لعملية الشفاء الموجودة أصلا بجسمك. يعني أنت ما بتحتاج حتى إبرة من برا لحتى تشغل هاي الأمور هاي كلها. أنت فقط عليك أنك تتعلم كيف تفعل الطاقة الموجودة جواتك وعمليات الشفاء الموجودة جواتك لحتى جسمك يرجع يرتب حاله من أول وجديد. هذا مش بس حكي، هاي تجارب لناس كتير حقيقية. في ناس اللي قلطت عندي اللي كان عندها ميجرينا اللي هي الشقيقة، اختفى من غير حبة دواء، صار لنا السنين بالدواء أصلا واختفى الوجع. في ناس عانت من التهاب المفاصل المزمن اللي هو أصلا فيش له علاج بالطب التقليدي، وعم نقول لك انه وصل لشفاء تام جدا مع اثباتات طبيه. فحوصات الدم كلها اثبتت انه البني ادم بطل في عنده التهاب مفاصل. ومش بس هيك، وجع المفاصل باغلب الحالات عند اغلب الناس اللي زاروني وجعني اختفى وعلى المحل. هيك كانت دايما صادمة. وانتبهوا انه السجوك هو تفعيل لعملية الشفاء الذاتي. يعني جسمك بتشافى من حاله من جواته من غير ايتها شغلة خارجية من برا. في ملان قصص عندي اللي بتثبت هذا المكان، ولكن بإمكانكم تتابعوا الموقع أو تتابعوا الستوري اللي أنا بحط فيها الشغلات. ولكن بدي إياكم تنتبهوا إنه كتير ناس كان عندها أوجاع وصارت تاخد كتير أدوية لكتير وقت وكتير زيارات الأطباء، وما نبخس هذا المكان، ولكن جسمكم فيه قوة داخلية، فيها قوة شفاء داخلي. يا ريت لو الكل يعرفها. والسجوك هو واحد من هاي الأدوات العظيمة جدا اللي بإمكانك إنك تستغلها لحتى تتشافى عن جد وعلى المحل. فهل السجوك فقط مجرد تسكين؟ الجواب طبعا لا، هو أداة طبيعية بتخلي جسمك يشتغل بالطريقة اللي الله خلقها. لهيك الآن شاركوني، مين فيكم بآمن إنه جوات جسمه قوة خارقة جدا ربنا هدانا إياها لحتى يتشافى بأقل الاحتياجات من برا؟ وعلى فكرة اللي بيتابعني بيعرف إنه أنا من الناس اللي أنا ما بحب أستعمل شغلات كتير من برا، لأنه القوة الشفاء موجودة داخلنا وهدية عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا فيها. مين بيآمن زيي؟ اللي مآمن يكتب لي نعم وينضم معي لحتى يشوف الفيديوهات القادمة بإذن الله. سلام.